إذن إلى ليبيا التي ترد فيها العديد من الأخبار العاجلة، ومنها قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل وإحالتها للتحقيق بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي. لو طلب من ليبيا أن تدخل في عملية السلام مقابل رفع الحظر المفروض عليها لنقل التطبيع مع إسرائيل. لا يعني هذه يقدر حد يلوي يدنا. احنا حرار في ان نعترف او ما نعترف اسرائيل ولا غير اسرائيل، وبعدين هذا هو الظلم وهذا هو الارهاب، ان نرفع عنك العقوبات مقابل تعترف باسرائيل. قص انا في النهايه ما نقدر نبدل المبادئ نتاعي. قص انا في النهايه ما نقدر نبدل المبادئ نتاعي. بعد ليلة من المظاهرات في مدن ليبية عديدة وإغلاق طرق واقتحام مبنى وزارة الخارجية في طرابلس غضبا من لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي في روما. ورانا ماناش من اللي يولوا، ماناش من اللي في وسط الطريق يولوا. احنا ناس قدادة ونقد وندقوا مسامير في الهواء ويشدوا.